منذ قليل انتهت مباراة برشلونة ونيوكاسل بفوز برشلونة 2-1 في ملعب نيوكاسل. تألق اليوم راشفورد الجوهرة السمراء على غير المتوقع، بسجل هدفين اليوم. الهدف الأول بضربة رأس من عرضية من كوندي الباك اليمين، وعرضها برجله الشمال لتسكن شباك نيوكاسل. والهدف الثاني خطأ من مدافع نيوكاسل ليشوطها صاروخية راشفورد في المقص الشمال تسكن الشباك. بصراحة برشلونة عنده حارس مرمى عالمي، أنا بتوقع لهم هيبقى من أحسن 3 حراس في العالم الموسم ده. زائد الحارس برشلونة عنده بدري إنيستا الجديد في الملعب، الجوهرة الإسبانية بدري. الكرة بتيجي في رجله ذهب. بصراحة برشلونة اليوم أدى اللي عليه. الشوط الأول تماسك في دفاعيا قدام هجوم نيوكاسل. الشوط الثاني نزل خلص الشوط ب2-0، وفي آخر مباراة سجل نيوكاسل هدف تقليص الفارق لينتهي المباراة 2-1 لبرشلونة. مبروك لجمهور برشلونة، وأنا أتوقع الموسم ده دوري أبطال أوروبا مش هتخرج ما بين فريقين، يا إما برشلونة يا إما الأرسنال.